في يوم من الأيام، وصل خبر صادم للحي كله. الجيران شافوا داديه القديمة مرمية على الأرض وحدها، والدموع في عيونها. الكل سأل: ليش ما أحد ساعدها؟ آن دادي، اللي عمرها وصل 72 سنة، عاشت حياتها كلها مع زوجها وولادها. لكنها آخر سنين حياتها، زوجها تركها وساسها ما أعطتها أي قيمة. كانت تشعر بالوحدة والحزن، وكل يوم تمر عليها الدنيا كأنها ظلم مستمر. في يومها الأخير، جلست على الكرسي اللي تحبه قدام الشباك، تنظر للشمس وهي تغيب، وعيونها مليانة دموع. قالت بصوت ضعيف: اللي ظلموني لازم يدفعون الثمن، بس ما يعرفون من أنا. داديه كانت ذكية رغم تعبها. كتبت رسالة صغيرة ووضعتها في صندوق قديم، فيها كل الأسرار وكل طريقة للانتقام. الرسالة وصلت لأحفادها، وهم صغار لكن عندهم قلب كبير. قرروا يساعدوها بدون ما يعرف زوجها ووالدته عن الخطة. في اليوم اللي بعده، بدأت الأمور تتكشف. الزوج صار يحس بالذنب، والساس صار كل يوم يخاف من الأسرار اللي ممكن تنكشف. كل خطوة كانوا يأخذونها، داديه كانت تعرفها قبلهم. رغم إنها ضعيفة، لكن عقلها كان أقوى من أي شخص في البيت. وفي نهاية القصة، داديه توفت وهي مطمئنة، لأنها حققت انتقامها بطريقة ذكية، وما أحد عرف حقيقتها إلا أحفادها اللي وعدوا يحافظون على إرثها. إذا لمستها القصة، سووا لايك وشير وسبسكرايب للقناة. دعمكم هو اللي يخليني أكمل وأكتب قصص أقوى وأجمل. إرتوم أس. علامة اختيار سوداء مزد مختصر. علامة اختيار سوداء زاد جذبات. علامة اختيار سوداء أو إنداز مطابق ببنا ستيو.